السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معانا النهاردة بقى فيديو جديد كده عن طريقة الكيكة. عايزة اقول لكم الاسعار كلها بقت نار، يعني كل حاجة غليت، حتى يعني سعر كيس الكيك شيف بقى ب6 جنيه والله. كيس التانك اللي كنا بنجيبه ب3 وب4 وصل ل7 و8 جنيه. يعني حاجات كده بقت الاسعار ايه، نار. الحمد لله على كل حال. هنعمل مع بعض صينية كيكة. والله يعني الولاد هم اللي واجعين دماغي عشان اعملها. معايا كوباية سكر، معايا نص كوباية زيت، انا ما فيش سمنة فانا هعملها بالزيت. ومعايا كوباية زيت، معايا كوبايتين دي، يعني كوباية اهي وهعاير بيها. ومعايا كيس الكيك، كيس التانك البرتقال، ومعايا كيس فانيليا، وكيس كيك شيف، ومعايا 2 بيضة. انا ما بحطش اكتر من 2 بيضة، يعني ولا بحط 3 ولا بحط 4 ولا 5 ولا كده، انا بحط 2 بس. يبقى دي المكونات بتاعتي. ومعايا حبة جوز الهند وحبة زبيب. متوفرين عندك متوفرين، مش متوفرين خلاص. يعني انتي يعني انتي وذوقك، عايزاه مش عايزاه ايه براحتك. انا بحب اضيف جوز الهند، هي عندي والله في التلاجة، فانا بحب اضيف منها في الكيكة، بتدي طعم وبتدي ريحة. وبحب احط على الصينية زبيب كده من على الوش، بصراحة بحبه برضو، بيدي طعم للكيكة جميل اوي. ودلوقتي انا هنخل مع الدقيق. انا بحب انخل الدقيق قبل ما اعمله، اطلع منه الهواء بتاعه. هنخل كوبايه الدقيق، وهعاير واحده تاني زيها. ودي معايا الكوبايه التانية برضو هنخلها. انا نخلت كده كوبايتين الدقيق، هفضي عليهم كيس الكيك شيف. انت حابه تحطي تانك البرتقال، حابه لو انت حابه نكهه البرتقال حطيها، مش حابه عادي برضو براحتك. ده يعني مثلا انت وراحتك، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه براحتك. يعني ده اختياري مش اجباري. انا كده حطيت كيس الكيك شيف، وهحط برضو كيس التانك على نفس المكونات. وهضرب بقى في الخلاط، هضيف كوبايه السكر في الخلاط، وهضيف الاتنين بيضه والزيت والفانيليا. انا ده التانك البرتقال، انا بعمله في كوبايه ميه، يعني عملته في كوبايه وربع كده. انا ضربت البيضه اتنين بيضه وكيس الفانيليا مع كوبايه السكر ونص كوبايه الزيت في الخلاط. يبقى انا حطيت في الخلاط كوبايه سكر، نص كوبايه زيت، 2 بيضه، كيس فانيليا. وده التانك معايا. انا ما بحطش لبن، يعني انا مش هحط لبن، وهضرب اللي هو البرتقال، اللي هو التانك البرتقال معاهم في الخلاط. طبعا في ناس ممكن تقولك يعني ده ايه، ميه وتانك وكده. والله حلو، جربي ان انت تجيبي كيس تانك، وتجربي ان انت تعمليه. بصوا، انا ضربه البيض والسكر، الزيت، التانك مع كوبايتين ميه، كيس التانك مع كوبايتين ميه، مع كيس الفانيليا والسكر، ضربه كله. والله بيدي طعم ونكهه البرتقال جميل جدا. انا هضيف بقى جوز الهند هنا، مش كلها ما عدا الزبيب. انا كده حاطه هنا الدقيق، البيكنج باودر، جوز الهند، اديتهم تقليبه كده مع بعض. المكون بتاعي اهو تدريج كده، حبه حبه. وهقلب كله مع بعضه لحد ما يديني قوام اللي هو يبقى كله زي بعضه سايل. المكونات اللي انا عاملاها على قد صينيه، يعني هي يعني انا فضيتهم كلهم، وهقلبهم بقى تقليبه كويسه. وهو دي الصينيه بتاعتي، ادي الكيكه. انا يا دوبك عصت الصينيه بس زيت، وحطيت السائل بتاعنا في الصينيه. هرش بقى شويه زبيب على جوز الهند كده على الوش، ده حسب ما انت عايزه تضيفيه، مش عايزه برضو براحتك، ده اختياري مش اجباري. هما شويه كده معانا، انا بس بيدوا طعم وريحه كده للكيكه، وبيدوا طعم جميل. بصي المكون بتاعنا لونه اصفر،
طبعا عشان التانك مش عارفه الاضاءه جايبه لكم اللي هو اصفر ولا لا، لونه اصفر عشان العصير التانك. هنشوفها بقى. انا طبعا مشغله الفرن وهحطها، والفرن طبعا سخن. وادي صينيه الكيكه بتاعتنا طلعت من الفرن بس هي سخنه، هنقطعها مع بعض وهوريها لكم. وادي الكيكه بتاعتنا اهي، بصوا هي بس عشان سخنه. بصوا عايزه اقول لكم، بصوا طريه عامله ازاي، مش اللي هي ايه، اللي هي مكتوبه جدا. وريحتها هي لونها اصفر شويه عشان طبعا تانك البرتقال. بصوا الزبيب فيها من تحت ومن فوق، عايزه اقول لكم جميله جدا اهي. المنظر اهي، بصوا بتطلع دخان والله، هي سخنه بصوا اهي بتطلع دخان، وعايزه اقول لكم مش مفروله معايا والله وانا بطلعها اهو. بصوا الدخان اهو، وبطلعها زي ما انتوا شايفينها كده اهي. بصوا جميله ومش مكتومه. انا مش حاطه لبن خالص، انا عامله التانك بكوبايتين ميه ضرباه في الخلاط مع 2 بيضه مع كيس الفانيليا مع كوبايه السكر مع نص كوبايه الزيت ومعاهم كوبايتين التانك. وادي بصوا الصينيه بتاعتي مش لازقه في الصينيه ولا اي حاجه، وعايزه اقول لكم عاليه والله وجميله وريحتها خطيره. جوز الهند مع الزبيب كمان مع ريحه التانك اكني عاملاها بريحه برتقال، جميله جدا. ما تنسوناش بقى في اللايك، وما تنسوناش في الشير، وما تنسوناش تعملوا لنا في القناه. واشوفكم على خير، وكل سنه وانتم طيبين، ويجعلها يا رب سنه سعيده عليكم. قولوا لي ايه رايكم في الكيكه بتاعتي واكتبوا لي في الكومنتات. حاجه سهله وبسيطه كده وعلى قد ايدينا. اشوفكم على خير.